نذهب الآن إلى قلب الصحراء الجزائرية، إلى منطقة واد سوف التي عاشت على وقع الشعر والموسيقى والكلمة في مشهد ثقافي نادر أداره منظمون من تونس والجزائر. فإلى أي مدى نجحت القصيدة والأغاني في التقريب بين مشهدين ثقافيين متجاورين أصلا؟ محمد العيد لبيه والمشاركة التالية. مساء الخير بالخير والخير طيب مساكم يا ناس الطيبين. بمشاركة تونسية جزائرية تنطلق بوادي سوف في جنوب الجزائر أولى حلقات الشعراء المباشرة في حركة شعرية نادرة تؤدي دورا محوريا في تعزيز المشهد الثقافي العربي. كل الأمور تغيرت تقريبا في العلاقات إلا الشعر الشعبي ظل ولا يزال يربط الصلة القوية بين الإخوة في الجزائر والإخوة في تونس عبر السنين وعبر امتداد التاريخ، لأن الشعر وتحديدا الشعر الشعبي يتناول ولا يزال قضايا هذه الشعوب. فللأديب أو الشاعر أو الكاتب أو الروائي أو المسرحي في جميع الفنون يكون رقم واحد اللي أو إعلاميا زاد كيف تكون رقم واحد لإيصال المعلومة، بما أنه الشعب اللي عايش الشعوب العربية عايشة ركود فكري قليلا، بما أنه ما عادش نقرأ برشا كتب ولينا نسمع أكثر من اللي نقرأ. وهي الفرصة التي جعلت أننا نتأكد من أن قد صنعنا جسورا منذ تاريخ طويل، وتأكدنا أننا نحن هنا في هذا الربوع من الجزائر صورة عن الآخرين في تونس مثلا، والآخرون في تونس هم صورة أيضا عنا نحن. إذن لم نلحظ كثيرا من الفروقات، فهي امتداد لهذا الشمال الأفريقي، لهذا الشمال العربي الذي يعتبر امتدادا لإخواننا في المشرق العربي. في أجواء الشعر وعوالم الموسيقى والغناء المستمدة من تراث البلدين يلتقي الأشقاء بأحاسيسهم لمعاينة الثقافة الشعبية وما لها من أدوار بارزة. الشعر أيضا يعتبر أحد الجسور التي تربط بين الشعوب، ولعل الشعر في تونس وفي الجزائر يعتبر من أكبر الجسور التي تربط هذين الشعبين اللذين امتزجت دماؤهما في أكثر من واقعة تاريخية. اليوم نشاهد أن ليالي جميلة تقام هنا في وادي سوف، أبطالها شعراء وشاعرات من تونس والجزائر ليعلنوا حب الحياة لإنسان سوف وإنسان تونس. إنها إرادة الحياة من شعبين قال لهما الشاعر ذات يوم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إنه قدر هذين الشعبين هو الشعر كذلك. ربي سبقني والرحيل تعدى ودمعات عيني في الجفون سجينني نخافها حتى النظر تحدى. منذ القديم هام الرحالة والشعراء بمنطقة وادي سوف في الصحراء الجزائرية، انبهروا بها، عشقوها، تغنوا برمالها الذهبية وروعة أفول شمسها زمن الأصيل، فظلت رمزا للقصيدة على الحدود التونسية الجزائرية. الحديث عن الإعلام المتواجد في هذه المناطق التي يعتبرها الكثير أنها مناطق نائية، وهي مناطق داخلية وبعيدة دائما عن المركز، الإعلام بها أصبح ضرورة من الضرورات، يخلق جسور من التواصل بينه وبين هذه المناطق البعيدة إلى آخره. وادي سوف تتزين بالقباب وبطابعها الصحراوي المتميز، فتكتسي حلة ثقافية مفضية إليها رمالها وشمسها مسحة عشق تقهر قلوب الشعراء.
فيتراقص الجمهور من عشاق التراث والأصالة بين الشعبين. المرازيق عبر التاريخ يحبون الشعر الشعبي أقصد، وأي عائلة مرزوقية إذا لم تجد الشخص شاعرا أو راويا للشعر فهو على الأقل محب لهذا النمط ومتذوق له. العلاقة الثقافية بين الجنوب التونسي والجنوب الجزائري، هناك امتداد جغرافي لبادية وادي سوف التي تختلط مع بادية المرازيق والجنوب الغربي التونسي، خاصة أن منطقة وادي سوف منطقة مفتوحة على بادية ليبيا، على بادية تونس، وعلى بادية في الشمال، يعني على بادية تبسة بين العاتر وكذا، فلذلك وادي سوف تلاقحت فيها الثقافات. دفء المكان الذي تؤثثه الخيمة والقوافي ينسي الجميع هنا برد الشتاء القارس في الصحراء، وعمق الكلمة يظل عنوانا يزرع المحبة. يحرش ماهوش خوار في المشي صبر عنا يعزم له حلاف جار يا ما يشك معك بحيان. هنا في صحراء وادي سوف تلاقح ثقافي بين تونس والجزائر لإظهار قدر من التفاؤل بين الشعوب في مواجهة التحديات الراهنة، ولكن بالشعر. فالشعر هنا بألف خير، والشعراء لم تعبث بهم الظروف، وفي سويداء القلب مشاريع متنوعة بين الجيران تنطوي تحت لواء القصيدة. وادي سوف جنوب الجزائر. محمد العيد لبيه، BBC.